عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعيني الغاليين، ومرحبا بكم وسهلا في قناتي وقناتكم البال متمني ديما. حلقة الليلة لايني نحكي عليكم فيها طلعة معروفة تبارك الله وغنية عن التعريف، فغرض ما قد حكيت فيه في الحلقات الماضية اللي هو غرض الغزل. الليلة خسرت نميل بكم شوي للغنى العاطفي، وفضلت هاي الطلعة بالخصوص لأنها صراحة تعجبني. هاي الطلعة اللي هي طلعة قتلتيني في الصبيحة، طلعة من تأليف الشاعر الكبير المتألق والأستاذ والباحث يزيد السالك، هو صاحب هذه الطلعة، وكان يتغنى بها الفنان الراحل ناجم عمر، هو اللي ملحنها. وهي الطلعة هي خليط فيها نسيج بين اللهجة الحسانية واللغة العربية الفصحى، وهذا هو اللي خلاني أنا نفضل هاي الطلعة بالخصوص. بأن يعجبني هذا النوع من الغنى، هذا النوع من الغنى اللي فيه هذا الخليط والإشارة، هذا النوع من الغنى اللي يعود مختلط كيف ساك بين الحسانية وأي لهجة ثانية ولا أي لغة ثانية كيفما كان نوعها. هذا النوع من الطلع ينقال له طلعة زرقاء. هذه معلومة ما كنت صراحة عرفتها مؤخرا من الأستاذ سالك اليزيد، ونبغي مالي نعرف بها اللي مثلا ما كان عارف المعلومة كيفية. أنا نتمنى تنال إعجابكم حلقة الليلة، ونتمنى تشتركوا القناة وتضغطوا لايك إذا عجبكم الفيديو، ويلا نسمعوا الطلعة ونتمنى لكم فرجة ممتعة. مرحبتي. طلعت قتلتيني بالصبيحة قايلها ليزيد السالك على زوجته حرم ومريم بنت محمد واللبات والحمادي، تحية لها. قايلها لها سابقي شدها، كان يبغي هذاك السو، وهي كانت مازال صغيرة سنا وما فات عاد السكرنا، وكانت مولي رقيقة. فمنين قال هاي الطلعة عاد يقول لها قتلتيني بالصبيحة، تركتيني شيئا وافي منك تبسيمة مليحة يا رقيقة الأطراف، قتلتيني في ثواني يا زهية الألوان معطرة الجنان وجميلة الأوصاف، كأنك بدر ثاني تشرقين في الأكناف، قتلتيني بالصبيحة، تركتيني كالعديم يسبت وجدي وحزيمي، معللة النسيم نوعك والناثي متنافي، كأنك من نعيمي وأنا كأني لا في جنات النعيم قيمي، عقدا يا لب القوافي يا جوهرة الحريم يا مكنونة الأهداف، قتلتيني بالصبيحة، تركتيني شيئا وافي منك تبسيمة مليحة يا رقيقة الأطراف، ودات حسن واعتدال يا مليكة الجمال، خدك زين ونوعك عالي والغيرك فأخلاقي وافي، والغيد تركت مذالي بي نوعك ما يرافي، حور العين اللي مثلالي يا غير اللالي إلافي يم الشعر والمثالي، وهون اخترت نقول في قافي قتلتيني بالصبيحة، تركتيني شيئا وافي منك تبسيمة مليحة يا رقيقة الأطراف.